يمكن إذا نتمنى كني كصحافة اختل الشرفية مزيد باسكو كني أيسلك من المسائل الدولة فهمتي؟ كني أيسكارن بين التواصل بين الدولة بالمواطن. يقولون غومان وهو سي كريم الحليب وين عجل مرضعه. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الصادق البلق رئيس تعاونية أموغاي العمر 36 سنة. جا التأسيس ديال تعاونية أموغاي بعد ما كاين مشكل في التسويق ديال الحليب ومنطقة تازناخت الكبرى بصفة عامة. كاين واحد المشكل ديال التسويق ديال الحليب، أن الناس عندهم الحليب ولكن ما عندهمش فين يسوقوا الحليب. جات الفكره ديال بعض الفلاحه باش تكون واحد التعاونيه اللي بدات الحمد لله بواحد الانتاج اللي هو ضعيف جدا وبامكانيات كانت متواضعه جدا، ما عندهاش الامكانيات بزاف، لدرجه ان واحد السيد هو اللي عطانا الطوموبيل ديالو دوبلو هي باش خدامين في الاول ديال المسار ديال التعاونيه. ولكن فيما بعد كنديو هذاك الحليب اللي كنجمعو كنديوه للدائره ديال مرزكان، يعني واحد المسافه واحد الطراجي ديال التجميع اللي هو كبير وزيد عليه واحد الطريق اللي هي طويله الى مرزكان الي روتور. وكان ديك الساعه كان واحد التكاليف بزاف على التعاونيه، ولكن الحمد لله حنا امنين بالفكره وشويه بشويه بداو الناس كيثيقوا في التعاونيه والانتاج كيتزاد حتى وصلنا الحمد لله لواحد الانتاج اللي هو 3 طن ديال الحليب يوميا. تزادوا الاعضاء ديال التعاونيه وتزادوا المنخرطين اللي العدد ديالهم تقريبا 80 منخرط في التعاونيه. والحمد لله الى يومنا هذا راه التعاونيه دروك راه كدير تقريبا واحد 90 طن في الشهر ديال الانتاج ديال الحليب. عندها واحد العدد ديال الفلاحه ديال تقريبا شي 200 فلاح في 3 ديال الجماعات ديال جماعه تازناخت الكبرى. التعاونيه الان كتخدم واحد 5 ديال الفرص ديال الشغل قاره، وكنطمحوا ان شاء الله باش تكون هناك زياده في الشباب باش نزيدوا نكونوا فرص ديال الشغل لما لا، وتزاد العدد الفلاحين وبالتالي تزاد الكميه ديال الانتاج ديال الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد، الاسم ديالي أحمد بابي، أمين تعاونية أموغاي لإنتاج الحليب تازناخت الكبرى، ومسير تعاونية مكلف بمحل أعلاف التعاونية. كما كتعرفوا باش نعطي واحد نبذة تعريفية على تعاونية أموغاي. تعاونية أموغاي تأسست سنة 2019 شهر 12 وبدينا العمل في شهر 1 2020 نهار 25 في شهر 1 بدينا تجميع الحليب على صعيد تازناخت الكبرى. في البداية كنا كنجمعوا الحليب تقريبا النهار الأول درنا كمية ديال 94 لتر في النهار، وكنوصلوه حتى لأمرزكان 70 كيلومتر الو روتور 140 كيلومتر بزاف. مقر التحدي الرئيسي للتعاونيه انه دزنا من واحد العدد ديال المقرات ولكن كاين مشكل ديال الاستقرار، رغم انه التعاونيه الان كتكري واحد المحل اللي هو كتوفر فيه واحد العدد ديال الشروط، ولكن ما دام ان التعاونيه ما عندهاش مقر رسمي وديالها واللي في الملك ديالها ستستمر المعاناه ديال المقر ديال التعاونيه. على حسابات تزناخ ودنا دائران ما تدعمن ياك بالاخص
اللي نذكر المسائل كله ارطفر نسكاو كرا الكرا التعاونيه تكرو اتي جا شويه يجا مثلا خصنا هاد نكرن اضرحب المشروع ما من كيجا باش نسكر كرن ماني سكرنا سميتو مثلا تتعاون الدوله تنعاون الجماعه تتعاون البلديه كله غادي انتقاما دور المنطقه تلاقي التعاونيه الوحيده دا سكرنا استثمر غير المجال ما سميتو الحليب وتنغلي غير المنطقه غير السوداء غير اللي ستين كالتعاونيه وتتجي غير ولكن يهضر ربي. تقريبا استطعنا الحمد لله اننا نتحداو بزاف ديال التحديات، كانوا بزاف ديال الصعوبات، والحمد لله ربي كبير باش اننا ننجحوا في هذيك الفتره. جات كورونا كان من الممكن نفشلوا، ولكن الاصرار ديال الاعضاء التعاونيه والتحدي استطعنا اننا ننجحوا في هذيك المرحله، ولو هي مرحله بدائيه في الاول، ولكن استطعنا اننا ننجحوا فيها. حكم كورونا جات وحنا عندنا تقريبا 100 طرو 200 طرو كنوصلوها حتى الامر زكان، يعني بزاف ديال المشاكل وقعوا لنا في هذيك الفتره، ولكن الحمد لله ملي درنا تجميع الحليب في تازناخت تقريبا في الشهر 9 سنه 2020 درنا اللوكال هنايا، والحمد لله من ديك الفتره والتعاونيه كتزيد لقدام شويه شويه. غايدة راك تعاون التعاونيه مثلا تسوي غير الكراد دو خدام نسيت فهم كل الخيران التعاونيه ورك السوقي باش كتفك لا المصاريف لوقتنا مثلا غير زوند المشروع زوند الارضيه مثلا لا دارس في كناس تورا تخلص الكرا ورا سميتو يقدر ان شاء الله يلي يمكن التحسن لقدام يوفق ربي الجميع. بالنسبه للتعاونيه الحمد لله هذا الشيء كاع اللي حققه وصلت ليه عن قناعه ديال المكتب التنفيذي والاصرار تاعو وبالامكانيات الذاتيه المتواضعه ديالهم. لحد الان تقريبا ما كاين حتى شي دعم من حتى شي جهه باش تدعم هذه التعاونيه اللي بامس الحاجه الى الدعم، سواء كان دعما ماديا او دعما معنويا. علاش؟ حيت هذه التعاونيه الوحيده اللي كتمثل تازناخت في القطاع ديال تجميع الحليب، الوحيده اللي كتجمع الجماعات الخمس في جماعه ويسسات، في جماعه سيروا وانزال وجماعه ازناغن بكميه كبيره.